العيد الوقت الوحيد في السنة الذي تتحول فيه البيوت إلى معارض رسمية للكعك والبسكويت والمعمول، وأنت كمريض سكر تدخل الزيارة كأنك داخل حقل ألغام سكري. تجلس، السلام عليكم، عيدكم مبارك، وفجأة يوضع أمامك الصحن الذهبي كعك، معمول، بسكويت، شوكولاتة، مكسرات، زبيب، وتسمع الجملة القائلة: خذ لك حبة ما تضر. هنا يبدأ الصراع الحقيقي، ليس بينك وبين الكعك، بل بين عقلك والبنكرياس. علميا كل قطعة كعك قد تحتوي تقريبا على 20 إلى 30 جرام كربوهيدرات. هذا يعني أنها قد ترفع السكر في الدم بسرعة، خصوصا إذا كان الجسم يعاني من مقاومة الأنسولين أو ضعف إفرازه. بمعنى أبسط، قطعة الكعك بالنسبة لجسمك ليست قطعة حلوى، بل مشروع ارتفاع سكر سريع. لكن لا تخاف، العلم لا يقول لك أحرم نفسك، بل يقول لك تحكم في الكمية والتوقيت. خلينا نتفق على خطة ذكية لمريض السكري في العيد. أولا، لا تذهب للزيارات وأنت جائع، لأن الجوع يحولك من إنسان محترم إلى مكنسة كعك متنقلة. ثانيا، اختر قطعة واحدة فقط، نعم قطعة واحدة، ليس واحدة للتجربة، واحدة احتراما لصاحب البيت، وواحدة لأن شكلها جميل. ثالثا، يفضل تناولها بعد وجبة وليس على معدة فارغة، لأن الطعام يبطئ امتصاص السكر ويخفف ارتفاعه. رابعا، بعد الزيارة لا تجلس مثل الوزير في المجلس، قم تحرك وامشي قليلا. المشي يساعد العضلات على استهلاك الجلوكوز. خامسا، راقب السكر، لأن جهاز القياس لا يكذب، بينما صحن الكعك ممثل محترف. وفي النهاية، العيد ليس كعكا فقط، العيد فرحة، زيارات، ولمة أهل. وصدقني، أفضل شعور في العيد أن تنهي اليوم سكرك معتدل، وليس مثل مؤشر الأسهم بيوم الانهيار. عيدكم صحة وسكركم تحت السيطرة.